السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. تعالوا مع بعض يا جماعة نشوف مشهد من المشاهد النادرة جدا ما صورناهوش قبل كده. طبعا اللي هنا حضراتكم عارفين ان دي الكبر اللي كانت فقست من اسبوع. زي ما حضراتكم شايفين هنا كل الكبر غيرت التوب بتاعها، وطبعا زي ما حضراتكم ملاحظين ان الشكل حتى الخارجي بتاع الكوبرا اتغير تماما. زي ما حضراتكم شايفين هنا دي كلها التواب اللي اتغيرت. فكده كل الكبر اللي قدام حضراتكم دي مستعدة كده ان هي تاكل اول وجبة في حياتها. بعد تغيير الثوب بتبدأ الكبر ان هي تاكل اول وجبة في حياتها. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان الكبر يا جماعة او معظم انواع الثعابين لما بتغير الثوب بتاعها او ما بتخرج من البيضة بتخش في تغيير ثوب، وبعد كده بتبدأ ان هي تغير الثوب بتاعها. وطبعا ده بيستمر لمدة اسبوع او 10 ايام، واول وجباتها في الحياة بتكون على الابراس وعلى السحالي الصغيرة. وهنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده هنا كل الاتواب اللي هي غيرتها. وفي بقى حاجتين يعني انا عايز اوضحهم هنا في الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين هنا احجام الكبر، طبعا في احجام كبر صغيره وفي احجام كبر كبيره. يعني مثلا عندنا هنا دي الكبرى دي يا جماعه البيضه بتاعتها كانت صغيره، يعني دي البيضه بتاعتها كانت صغيره، فبالتالي الكبرى هنا زي ما حضراتكم شايفين طالعه عامله ازاي، حجمها صغير. في حين ان احنا عندنا مثلا هنا عندنا كبرى تانية البيضه بتاعتها دي كانت متوسطه مثلا، فالحجم بتاع الكبرى بيكون اكبر. وزائد ان في حاجه اهم من دول، يعني احنا عندنا هنا يا جماعه في كبر فقست بعد منها باسبوع. زي ما حضراتكم شايفين هنا دي كبر فقست من تقريبا حوالي يومين بالضبط. فزي ما حضراتكم شايفين هنا فرق الحجم، الكبر اللي هنا يا جماعه يعني حتى حجمها اكبر من الكبر اللي هناك. يعني هنا لما نيجي نقارن هنا الكبر هنا هنلاقي ان الحجم الكبرى دي يا جماعه هنا اكبر من الكبرى. يعني مثلا لما نيجي ناخد الكبرى دي كده على سبيل المثال ونيجي نحطها جنب دي، بصوا يا جماعه الفرق هنا قد ايه، تقريبا فرق الضعف. يعني محدش يصدق ان الكبرى دي اكبر من الكبرى دي باسبوع، محدش يصدق ده. ولكن الكبر بتحمل جينات اهلها، لان الكبر يا جماعه ومعظم انواع الثعابين بتبقى فيها جينات الطول دي، لان عندنا المتوسط بتاع الكبرى المصريه ما بين متر ونص الى 2 متر، ولكن الحد الاقصى ليها ان هي قد تصل الى 270 سنتي. فالكبر اللي بتوصل ل 270 سم دي بتكون عينات قليله جدا وبتكون عينات نادره جدا، ولكن الابناء احيانا بيشيلوا الجينات دي زي البشر. في عندنا المتوسط بتاع البشر مثلا احنا بنقول من 160 لحد 190 سم، ده الانسان الطبيعي، ولكن في انسان ممكن يوصل 2 متر 2 متر و10، ده بيبقى حاجات نادره. كذلك الامر في انواع الثعابين، فالاطفال هنا بيشيلوا الجينات بتاعه الاهل. فهنا الكبر ده يا جماعه البيض بتاعها البيضه الواحده كانت حجمها ضعف البيضه اللي كانت للكبرى دي. فعشان كده زي ما حضراتكم شايفين هنا الحجم طبعا واضح جدا، حتى حجم الراس، يعني مش بس الطول والضخامه، حتى حجم الراس. يعني بصوا هنا يا جماعه في فرق كبير جدا في الحجم، رغم ان دي عمرها اصغر من دول باسبوع. طيب هنحط دي هنا، دي زي ما حضراتكم شايفين اللون بتاعها طبعا اول ما بتخرج من البيضه لحد ما بتيجي تغير الثوب بتاعها بتكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولكن بعد ما بتغير الثوب بتاعها بتبان كانها كبرى عربيه. يعني الشكل اللي قدام حضراتكم ده تماما زي الكبرى العربيه. وعشان كده في ناس كتير بيظنوا ان الكبرى العربيه موجوده عندنا في مصر. يعني انا مثلا لما اجي كبرى زي دي كده واجي اشوفها كده، دي شبيهة جدا بالكبرى العربية، بنفس شكل الرأس الاسود وبنفس شكل الجسد اللي هو الاصفر. فنظن ان هي كبرى عربية، ولكن هي كبرى مصرية، والام كبرى مصرية والاب كبرى مصرية. وفي كبر من ده يا جماعة بتفضل بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده حتى بعد ما بتكبر، وبتبقى شبيهة للكبرى العربية جدا. وفي طبعا منها بيتغير اللون بتاعه، في الغالب بيبقى اللون البني، وفي منها بيتغير للون الاسود، وفي منها بيتغير للون الاصفر الفاتح، يعني على حسب درجات الالوان. ولكن في الغالب بيكون 80% منها بيتحول للون البني مع الرأس الاسود. وطبعا في زي عندنا زي دي كده الرأس بتاعها اللون بتاع الرأس الاسود ده
مجرد ما بتكبر بيختفي تماما، لان زي ما حضراتكم شايفين هو هنا ابتدى ان هو يختفي. فمع الحجم ولما بتكبر بيختفي تماما. ولكن اللي قدام حضراتكم دول كبر مصرية، هي بتكون شبيهة جدا بالكبرى العربية. احنا عندنا في مصر مفيش غير نوعين كبرى فقط موجودين ومسجلين، الكبرى المصرية الناجة هاجة، والكبرى البخاخ اللي هي الكبرى النوبية الناجة نوبية. ولكن ما عندناش الكبرى العربية، مش موجودة عندنا في مصر نهائيا. فزي ما حضراتكم شايفين هنا كده هم مستعدين لأول وجبة. ولكن طبعا صديقي احتمال يجي ياخد الكبر دي النهاردة أو بكرة، فمش عارف إذا كنت أنا هأكلهم هنا ولا لأ. لو تم إطعامهم هنا فبإذن الله هنصور لكم الإطعام، لو ما تمش إطعامهم هنا فيبقى احنا كده صورنا فيديو عشان نقول فيه معلومة سريعة. فأتمنى في الختام أن أكون أفدت حضراتكم، وأتمنى دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.